من كتر ما الدنيا سرقانة اختزلنا حياتنا في الفلوس، اختزلنا حياتنا في الشغل بحثا عن الفلوس. في ناس مسخرة حياتها بس عشان الفلوس. هل انت حياتك قيمتها ومعناها بس كده؟ شفت حاجات قدامي، عشان ما يبقاش كلامي هدف ومثالي، بس انا هدف اوضح حاجة. انا شفت حد عامل كل حاجة ومن ليل للنهار بيشتغل، وكل يوم يعد فلوس قد كده وخزنته عمرانة. في نهاية يوم في شغله كان قاعد مستني فلوسه متضايق بسببها، عد فلوس وحطها في الخزنة وتوفى. واحد سمع خبر صادم تاني بسبب الفلوس، جاله صدمة نفسية أو سكتة قلبية وتوفى. أنا عايز أقول لك حاجة، في جميع الأحوال أنت مش هتبقى أغنى واحد في العالم، والدنيا صعبة على الكل، صح؟ ومش معنى كده إني بشجعك على اللامبالاة عشان محدش يفهمني غلط، بس صحتك مهمة، نفسك مهمة، علاقاتك باللي حواليك، الناس اللي بتحبهم وبيحبوك واللي مالين عليك حياتك مهمة. كل ده لا يقدر بفلوس. خلاصة الأمر، أنت لو فقدت فلوس أنت ما فقدتش حاجة. أنت لو خسرت صحتك او خسرت، جالك مرض او خسرت جزء من صحتك، اعرف هنا انك خسرت حاجة. لو خسرت نفسك، شخصيتك، ثقتك، مبادئك، خسرت البني ادم اللي جواك، انت خسرت كل حاجة. ماذا يربح الانسان لو كسب العالم كله وفقد نفسه؟ ولا حاجة. ما اختلفناش ان الفلوس وسيلة، ولكن ليست هي مصدر السعادة وليست هي هدف الحياة. عشان احنا اللي بنعمل فلوس ما ينفعش الفلوس هي اللي تسوقنا بس. فخدوا بالكم من نفسكم، خدوا بالكم من صحتكم، اهتموا برياضتكم، اهتموا بصحتكم النفسية، اهتموا بحبايبكم، اهتموا بحاجات تانية زي ما انتوا بتهتموا بالفلوس.